فاينل كاس العالم كان شغال، وبما اني كنت بره من اول يوم وما اكلتش اي حاجه خالص، فكرت ان انا اعدي على بابا جونز اجيب بيتزا من هناك. وكان في هناك عرض على البيتزتين، لو هما ميديوم ب 200 جنيه ولو هما لارج ب 260 جنيه. انا طلبت اللارج وخليته يعمل لي كل بيتزا من البيتزتين نص ونص. اول واحده منهم كانت نص ميكس جبن ونص بيبروني، وتاني واحده منهم كانت نص تشيكن رانش والنص التاني تشيز برجر، ودي كانت اول مره اجرب البيتزا دي من هناك. رصيت البيتزات كده بقى وانا بتفرج على الماتش. وبالمناسبه صحيح انا هسيب لكم كده الهايلايتس بتاعت الماتش على الشمال تحت، انا كنت مصورهم للذكرى بس مش اكتر. يلا بينا نبدا. اول حاجه ابتديت بيها هي الميكس جبن. قطعه البيتزا تحس انها تخينه كده ومحمله، والصراحه لما دوقت اول حته انا كنت فاكر ان التخن ده من العجينه، بس هو طلع من الجبنه. بس الصراحه كنت هفضلها اكتر لو كانت الجبنه كانت سايحه، بس بغض النظر عن ده الصلصه والجبنه الاتنين الصراحه كان طعمهم حلو. وبعد كده بقى رحت اجرب تاني نص وهو نص البيبروني. بصوا انا عامه البيتزا البيبروني بتاعت بابا جونز انا من اكتر البيتزات اللي انا بحبها هناك. بصوا هي حلوه جدا زي كل مره، سواء صلصه او بيبروني او عجينه اللي هي الرفيعه دي، بس كل مره بيكون عندي نفس الكومنت ان البيتزايه مزيتها شويه، وغير كده ان الجبنه بتاعت البيتزايه محتاجه برضو تزيد سنه بسيطه. يعني قفلت بقى البيتزايه دي ورحت على البيتزايه التانيه اللي هي نص تشيكن رانش والنص التاني تشيز برجر. ابتديت في الاول بالتشيكن رانش، وهي بيكون محطوط عليها فراخ ومشروم وبصل وشويه صوص رانش كده من فوق. وعامه يا جماعه صوص الرانش بتاع بابا جونز واحد من احلى صوصات الرانش اللي الناس اصلا بيقارنوا بيهم في اي مقارنه بين صوصات، بيقارنوا بالصوص بتاع بابا جونز، فهو من الصوصات الجامده قوي. وبصوا بالنسبه لطعم البيتزا نفسها بقى مع صوص الرانش حتى اللي بيجي جنبها من بره ده، هي طعمها حلو جدا. بس لما ترجع بقى وتقارنها بالبيبروني او حتى التشيز لافرز اللي في الاول، لا هي بالنسبه لي ما تتحطش جنبهم في مقارنه. انا بالنسبه لي هم احلى منها بكتير. واخر نص جربته بقى هو التشيز برجر. هي محطوط عليها قطع لحم، يعني المفروض ان هي برجر، بس هي الصراحه شكلها مش برجر قوي، مديه على سجق مش عارف ليه. ومحطوط عليها بصل وصوص كده من فوق، هو انا مش عارف هو ايه، بس بعد كده لما دقت كده منه حته هو صوص جبنه، صوص جبنه طعمه حلو كمان. بس البيتزا نفسها لما جيت دقت منها حته والتانيه، هي اللحمه دي فيها ريحه برجر بس هي طعمها سجق. بيبقى فيه السجق الايطالي ده بتاع بابا جونز اصلا هو بيبقى نفس الشكل كده بالظبط وقريب قوي من طعمه بس بريحه برجر. ففي المطلق برضه هي طعم البيتزا دي برضه حلو، بس انا بالنسبه لي برضه فضلت الاثنين اللي في الاول اللي هي تشيز لافرز والبيبروني. بس عامه البيتزا بتاعت التشيز برجر دي لو انت كده خدت صوص بيك تيستي حطيته عليها من فوق، او حتى الصوص بتاع البيج ماك، بصوا البيتزا دي تحس ان انت بتاكل سندوتش برجر بقى فعلا. وبتاخد كمان الاكسبيرينس بتاعت العجينه بالصلصه بتاعت البيتزا، فبتبقى عارف ايه اكسبيرينس دي بقى في حته احلى الصراحه. بس لسه برضه مش زي البيبروني. المهم احنا بقى لو ايه هنرتب كده البيتزات من اقل واحده عجبتني لغايه اكتر واحده عجبتني. وافتكروا يا جماعه ان ده رايي الشخصي. رقم 4 التشيكن رانش، 3 التشيز برجر، 2 التشيز لافرز، واول واحده هي البيبروني. بس عارفين بقى اللي كانت تبقى احلى من بيبروني؟ التشيز لافرز اضافه بيبروني، دي كانت تبقى في حته تانية خالص. بس كده يا جماعه هنروح كمان ماتش. شكرا جدا ليكم لو انتوا لسه بتتفرجوا لغايه دلوقتي. كان معاكم اباظه من قناه لايف زباظه.